اهلا بيكم مشاهدينا مجددا وفقرتنا الطبيه النهارده. بنتكلم زي ما تعودنا كده مع دكتور عاصم فرج على مشكلات الجلد، والنهارده هنتوقف عند عرض شائع لكتير من الامراض الجلديه وهي الحك او بالعاميه كده الهرش. ازاي الحك في مكان محدد في وقت معين او بشكل عام في الجسم ممكن تكون علامه انذار. النهارده ده العنوان الرئيسي لفقرتنا، فهنعرف الاسباب والمضاعفات وازاي نتخلص من هذا العرض ان وجد مع الاستاذ الدكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلديه والتجميل، ومستنيين بقى اكيد تليفوناتكم عشان تتواصلوا معنا لو عندكم اي اسئله او استفسارات او حكه او هرش. موضوع حلقتنا النهارده اهم سبب للحكه طبعا ماتش امبارح ده اول آه، حاجه يعني. والله ده انا جالي حكه منه يعني. ربنا السبب نمره والله يا واحد دكتور واثنين يعني وثلاثه. والله كلام منطقي. اهم سبب يعني، بس ده تلاقي ايه في شكشكه. اه المهم ربنا يسهل لنا طب بس التوتر، ونعرف طب نكسب. على ذكر الموضوع ده يا دكتور، مم. هل التوتر بيعمل نوع من ده هو نمره يا واحد سلام؟ دلوقتي، نمره واحد. الحكه لو قعدنا نتكلم فيها 3 حلقات هنقسمهم 3 حلقات. مم. نمره واحد زادت، نمره اتنين في حكه ما تعملش علامات في الجلد، وده مهم قوي. الناس بمعنى ايه؟ كلها الناس بتهرش ببطن ايديها. اه سبحان الله. الارتكارية عنده هرش جامد قوي 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 قوي، مم. لكن ما عندوش علامة هرش. يبقى ان احنا الناس تحفظ معايا مم. في حاجتين: العيان هيموت من الهرش لكن ما عندوش بنسميها احنا سكراتش مارك، علامات هرش، اللي هي زي ارتكاري. مم. يعني كل عيانين الارتكارية اللي احنا بنشوفهم دول ولا واحد عنده كده. ليه؟ يهرش ببطن ايديه، حنين في الهرش. هو والحزاز، مم. يعني المرضين دول اه في الامراض الجلديه. مم. العيان ما شكرا برضه. مم. العيان يبتدي يهرش، اه انما ما يعملش علامات هرش. ما يعملش علامات هرش. ادي اتنين. هل الهرش في الجسم كله ممكن يكون داخليا في underlying disease خطير او سرطاني لا قدر الله؟ مم. يبقى امتى ابتدي اقلق من الهرش اللي بقاله سنين؟ يبقى هعيد تاني. اول نوع من الهرش اه ان في الجسم كله وفيه علامات هرش ولا ما فيهوش علامات هرش. مم. طيب، في شكشكه وفي هرش بالليل، ما حدش يتضايق مني يعني. بالليل تحديدا؟ بالليل بس. اه يعني في عيان عندنا يهرش بالليل. اه يهرش بالليل. انا هضحك ليه؟ لان انا قدري كده رحت مع واحد صاحبنا يعني نخطب، وهو عنده نوع اسمه اكزيما تأتبية، اه وده عامل مين اللي وراثي. هيخطب يا دكتور؟ عشان بس ها؟ اكيد المدام بتتابعنا دلوقتي. لا، بخطب له. صديقك يعني. بخطب له هو ده، تعرفه هي. لان انا كنت ناخد علبة الشوكولاتة ونروح كويس. نتقدم. فانا كنت هدفي انا رايح معاه ليه؟ اه عشان اعرف الناس اللي رايحين لهم دول عندهم اكزيما تأتوية هم ولا لا. لان لو هما الاثنين اتجوزوا وعندهم الاثنين اه يعني هو اكزيما. اصلا عنده المشكله. يوم انا اه خفت بقى. يعني بزود الحالات في مصر. فقلت له بص يا ابن الحلال، اول حاجه احنا ضروري نكتشف الهانم حماتك وحماك دول عندهم اكزيما تأتبية والبنت اللي انت رايح لها ولا لا. لان ساعتها المنطقه دي كلها اللي هيتجوزوا فيها مم. هنلاقي عيال صغيره كلها بتهرش. فاحنا كان ضروري نحطهم في ستريس. المهم الجوازه تمت. لا، هقول لك ليه لا، عشان مش بهزر. هقول لك ليه. لان انت لما تحطهم في اه ستريس يعني ايه؟ اه تحطهم في ستريس، تقول لهم مثلا ايه؟ معهوش مهر، ما عندوش شقه، اه ابتدوا يتحطوا في ستريس، ضغط. وهو ده اللي انت قلته لي اول كلمه. اول ما اتحطوا في ضغط ابتدوا يهرشوا. مم. قلت له لا، اخلع لاحسن. خدنا علبه الشوكولاته ونزلنا. انما الاهم من كده وكده 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 اه ان اللي انا بقوله ده غايه في الاهميه. لما الناس تبتدي تتزاوج، يعني ربنا يجوز طب الناس خلينا يا كلها. دكتور نرجع للجزئيه دي، بس معانا هبه بس عشان ما نطولش عليها. حاضر. هبه اهلا بيكي. اهلا بيك استاذ صباح الخير يا حسام، فندم، صباح اهلا الخير وسهلا. عليك اهلا وصباح وسهلا. الخير على الدكتور. انا موضوعي متعلق بالحلقه النهارده. انا عندي ارتكاريا وتم تشخيصي بده
انا بقالي اكتر من شهر باخد العلاج ومفيش اي تقدم نهائي، بس الدكتور ما عمليش اي تحاليل واعطاني انتي هيستامين ولوشن، لكن انا مش شايفه اي تقدم نهائي. فهل ده سببه ايه؟ عايزه اعرف الدكتور ينصحني هي اعمل ايه. بقالها قد ايه؟ هو كان الحقيقة من شهرين يا دكتور، نظرا ان انا كان عندي امتحانات وكده فما قدرتش ان انا اروح للدكتور على طول، فمن شهر بس رحت للدكتور، بس هي بقالها شهرين. بقالها شهرين واخده الجسم اه كله؟ الاول كانت في الاطراف، بعد كده في الجسم كله، مؤخرا بقى في شفايفي في الجفون وكده. عندك صعوبه في التنفس اي مره؟ ساعات احيانا حاضر، انا اسمعيني كويس خالص يا هبه، وانا سلمنا على بني سويف كلها، وكفايه ان انت قلتي حلقه، مش حلقه يعني. احنا هنشرح لك كويس قوي. بشكرك جدا يا هبه، شكرا جزيلا. معانا كمان ام سامح. الو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضلي. الله يخليك. لو سمحت انا كان عندي كورونا والحمد لله ربنا شفاني. الحمد لله. بس الحمد لله. شعري بيقع. الحمد لله والشكر لله. بس أنا شعري بيقع بطريقه فظيعه بالخصله، يعني خصله بحالها بلاقيها في الحمام، فمش ام عارفه اعمل ايه سامح، الحقيقه. بعد قد ايه من الكورونا ابتدى شعرك يقع؟ شهر تقريبا. سخنتي في الكورونا مده قد ايه؟ لا ما تخدش. طيب، الادويه اللي انت بتاخديها في الكورونا لسه بتاخديها؟ لا لا خالص. هقول لك كل خالص حاجه. احنا قتل بحثا الكلام ده. حاضر، وسهله قوي يا مسامح، بس اسمعينا كويس. نشكر حضرتك يا مسامح، شكرا جزيلا. طيب نجاوب يا دكتور بقى كده، هبه والارتكاريا من حاضر. شهرين. الارتكاريه هي زادت اليومين دول، زادت قوي 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 كمان، نتيجه الضغوط ونتيجه الماتشات بتاعت الكوره وكده. انما اللي اهم واهم واهم اللي بتقوله ده مهم. هتبتدي تعمل ايه؟ الامتناع عن كل المواد الحافظه. سهله اهو. بني سويف مليانه حاجات طبيعيه، تاكل زي ما بيقولوا ياكلوا من الغيط على طول. نبعد عن كل المواد الحافظه. يعني ايه عن المواد الحافظه؟ العلب اللي بتتفتح، اي علبه بتتفتح ما ياخدوهاش. تمام. ممنوع. دي لوحدها وصلت ل 90% من العلاج. 90%. ايه كمان؟ وده هتبتدي تاخد اقراص انتي هيستامين، تبتدي تاخد هي اوريدي قرص. بتاخدها. ما انا هقول لها هنضاعف الجرعه، هنضاعف الجرعه. المضاعفه الجرعه يبقى ده قرص وقرص. الاجانب او الجايد لاينز يقول لك تاخد 2 و2 لمده اسبوعين. هل اختفت او اتحسنت ولا لا؟ ما اتحسنتش. شوف كل ده انا ماشي معاها ده، بس ما تنساش الغاء المواد الحافظه تماما. تماما. 90% خفت كده. ناقص ايه بقى؟ في حقن ما شاء الله، مش كورتيكوستيرويد، مش كورتيزون. الابتعاد عن حقن الكورتيزون في الحالات دي ارجوه، ما بلاش منها. الحقن دي مشهوره يعني، بس بتتاخد في معامل مش في الصيدليه. بتشتريها من الصيدليه وتروح للمختبر، مش اسم يعني، اي اسمها معمل تحاليل. تبتدي تروح له، هم معروفين. بتاخد 2 في الشهر، 6 شهور. حقن مش كورتيزون؟ لا مش كورتيزون. مش كورتيزون. وبتاخد مرتين 2 في الشهر مع بعض. 2 2 2 2. تمام. هتلاقي نفسها اتحسنت. هي كمان بتتكلم ان هي كانت بتاخد لوشن، كان الدكتور كاتبه لها. هو دي ملهاش اي مش يعني هتفرق يعني. مش لا دي حاله ارتكاريه يا شاب. يعني الدنيا تعبانه. احنا ضروري بس نراعيها انها تعبانه. تاخد 2 قرص و2 قرص من مضادات الانتي هيستامين، هتلاقي الدنيا كويسه قوي. ما تحسنتش وبرضه موقفه كده. هنروح نسال على
الحقن اللي انا بقول طب عليها. هي اسمها ايه يا دكتور الاسم العلمي لا، حتى؟ ما انا الاسم او تقول العلمي للصيدلي عايزه حقن ايه؟ هي هيعرفها الصيدلي. اه يعني اصل متاسف، الاسم العلمي هو هو الاسم الاسم التجاري. التجاري. اه ما فمش انا هينفع. مركز زياده عن طب هي اللزوم. بس تفهمه. هتفهم الصيدلي، هو هيبعتها المعمل من المعامل اللي بيديها مم. سهله. تمام. بحاول كده بس اسهلها لهم. مم. انما الصراحه مم. بريك ثرو ريحت جدا لانها مش كورتيزون. ليه؟ ايه دي؟ انا هقول لها حاجه علميه برضو، انتي اي جي اي، يعني هي ما ضد الاي جي اي. الاي جي اي ده حاجه من الاميونوجلوبولين، اه فالدنيا هتبقى سهله. تمام. طيب ناخد ام زياد. احنا ناقص حد اه سيبناه ام سماح، ام سامح. مش كده؟ ام زياد، الو. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، بس يا ريت بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي يا فندم. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور. الو. انا سامعك حضرتك يا مذيع. ماشي، انا لو سمحت، انا كان شعري بيتساقط معايا على طول. ها، بيتساقط بكميات كبيره. بكميات كبيرة أوي. الفرشه مليانه. بتبقى مليانة في الحمام فوق السرير، أنا نايمة بيتساقط. جالك كورونا يا ام زياد؟ لا لا، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. سخنتي؟ ايه؟ سخنتي؟ لا ها؟ لا لا. طيب اعملي لنا تحاليل في الريتين وفي الريتين وحديد ووظائف كبد، وقولها لنا المره الجايه، ممكن؟ ماشي يا دكتور. ربنا يخليكي لنا. الف سلام عليك يا ام زياد. معانا كمان ام علياء. الو. طيب معانا ولاء. السلام عليكم. عليكم السلام يا ولاء، ازيك؟ ازي حضرتك، عامل صباح ايه؟ ممكن الفل. اكلم الدكتور؟ اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. الله يسلمك. طبعا الله يخليك. والدتي عانت من اسبوع كده. رحنا للدكتور الجلديه، قالت ان هي عندها نخاله ورديه، حاضر. فهي بتتوسع جدا في ظهرها وفي كتفها الاثنين، فانا عايزه اعرف هل ده مناعي او اي حاجه ما شابه الى ذلك. سهله عشان خالص عايزين يا نطمن ولاء. على والدتي. سهله خالص الى اقصى درجه، ولا تفكري فيها. يعني خلاص ارتاحوا خالص، هقول لكم على طول الحل دلوقتي. الف سلام عليها يا ولاء، اشكرك شكرا جزيلا. طيب ناخد يا دكتور اجابه بقى سؤال ام سامح، الكورونا اللي كانت عندها كورونا. اهم حاجه بتاعت ام سامح الكورونا في البوست كوفيد اللي انا دايما بقوله عليها دي، بتؤدي الى سقوط الشعر بكميات رهيبه، كميات فوق الوصف. واحنا قلنا الكلام ده قلناه قبل كده، محدش يتخض. كل اللي انا بطلبه ان ده تفاعلي. ما بعد 6 شهور هتلاقي الشعر عمال، اخواننا في السعوديه كده يقول لك ايه، يطيح. هم لهم حق، يطيح فعلا، فيتلاقيه في كل حته زي ما هي بتقول. هي دي كل الحكايه، الفيتامينات اللي كانت بتاخدها وقت الكورونا تكملها، هتكملها كلها، من اول الحديد مش عايز اقول كل انواع الفيتامينات، المالتي فيتامينز كلها تاخدها، ترجع تاخدها تاني، الكالسيوم اللي هتلاقي نفسها. بس هل هي محتاجه اي تدخل دوائي ولا لا؟ هيرجع لوحده؟ لا هيرجع لوحده، محدش بس يجي له هلع. وده مهم قوي. نكمل ناقص كان معانا وبعدين كمان نروح ام زياد بتتكلم على تساقط شعر بكميات كبيره. هي وحضرتك قلت تحاليل بقى في الروتين وحديد ووظائف كبد. ضروري تعملها لنا وتقولها لنا المره الجايه باذن الله. طيب سهلة. ولاء بقى والدتها النخاله الورديه في الظهر وفي الكتف. حاضر. النخاله الورديه دي سهله. يعني ايه سهله؟ سهله لانها سيلف ليميتد. عندنا 5 6 امراض في الامراض الجلديه بتخف لوحدها. فعشان كده بقول لها ما تتخضش. يعني هي دي هتغمض عينها وتفتح مش هتلاقي عندها حاجه. هي بتخف لوحدها. يعني ايه بتخف؟ هتاخد شهر. هي من الاول ما تيجي لغايه ما تروح يعني لو اتلكعت في مروحه الدكاتره هتوفر يعني الكشف. بلاش تروح لدكتور. ما تروحش. لا، طب ما قول لي يا تروحش. دكتور، هل في حاجات مثلا ممكن تعمل هيجان للموضوع؟ سبريهات، صابون؟ لا، الليفه.
الليفه ما نحبهاش ابدا في الوقت ده، بتهيج النخاله الورديه. النخاله الورديه دي فيروسات، اه انما سيلف ليميتد. يعني انا الامراض السيلف ليميتد دي هنبقى نتكلم عليها مره عشان ما حدش يروح لدكتور. مم. لو اتشخصت خلاص هي هتروح لوحدها، اوعى ننسى بالكلام تمام. ده. طب قول لي يا دكتور، بالنسبه لموضوعنا بتاع النهارده اللي هو الحكه او الهرش، ممكن حد يكون مثلا عنده حساسيه وظاهره مم. ويبدا يهرش، مم. وحد تاني ما عندوش اي اعراض خالص ايوه ولكن بيهرش، صح. ده ايه ما بقى؟ هي الحاله اللي كان جايب لنا توني، ربنا اه يخليه لنا يعني. اه هي دي. ده الموضوع ابتدى هرش، مفيش حاجه طالعه. اه مفيش حاجه طالعه، يعني حته مفيش حاجه طالعه دي مهمه قوي. بس بهرش. ابتدى يهرش. اه البدايه هرش، بس الهرش هيؤدي الى علامات زي دي، وهو ده الجلد الجاف. الجلد الجاف اللي احنا بنسميه الجلد مم. الجاف التأتبي ده الايه اللي هو مم. على فكره ربع الناس. مم. يعني ايه؟ عشان ما حدش يفتكر انه لوحده. شفت دي تينيا؟ تينيا ملونه. تينيا مالها؟ التينيا اللي في الجسم دي بنسميها احنا تينيا اه كوربورس. اه التينيا كوربورس ديت مم. مالها؟ اه تتعرف اه بالحكه، انما ديت ضروري الحيوانات المخالطه مم. في البيت قطط وبره كلاب بقى البيت بتاع. معديه. برضو دي معديه، انما تؤدي الى حكه، وحكه عنيفه. مم. تلاقيه نعمل كده حف. برضو الجرب بيعمل حكه بس محدود. مم. عشان كده اول حاجه قلتها لك، في حكه زي ما للجسم كله ايوه في اي حته، وفي حتت محدوده الهرش فيها محدود. وده مهمه جدا. انت برضو السؤال حلو اللي انت مم. قلته، هل في ناس بتهرش في حاجه طلعت، وناس بتهرش في كل حته في الجسم، وفي شكشكه. اه الشكشكه دي غير كده. يشرب ميه سخنه يا هشام، اه يلاقي جسمه شكشكه جامده 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 جامده. اه طيب معانا يا دكتور بس اقل من 3 دقايق ومعايا تليفونين، ان حاضر شاء الله رب كده الوقت ان يسعفنا. شاء الله. معانا الاستاذه منال. اهلا وسهلا، اهلا بيك السلام يا فندم، عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام. انا ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي يا فندم. هو انا عندي حاجه يعني عجيبه كده، مش عارفه ليه، او انا مش عارفه، ما شفتش حد زيي يعني. مم. هو انا كل ما انزل في الشغل ارجع من البيت لازم يطلع لي حساسيه، يا في ايدي يا في وشي، إيه؟ الحاجه الظاهره للشمس يعني تبقي فببقى كويسه بره ترجعي يجيلك حساسيه في البيت ايوه، لا لما انزل في الشمس، اي لما شمس بتنزلي؟ طيب. اه ان شاء الله اقف فيها دقيقه. مم. لو حساسيه رجلي ضوئيه باينه بيتهيألي. يجي في رجلي، لو وشي باين يجي في وشي. يعني وشي طبعا ما بيبقاش عشان مش بيبقى مباشر للشمس، فما بيبقاش منال ولا منال. منال؟ سؤال مهم. الضوء ولا الشمس؟ لا الشمس، مش الضوء خالص. شمس. الشمس. جدا. لكن يعني اللمبه الشمس؟ في عندك في البيت، لا. الضوء ما يعمل لكيش حاجه؟ لا 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 اطلاقا اطلاقا. الشمس انزل الشمس ايدي تبقى كويسه، وايديا ورجلي كل حاجه. لو الشمس جت على ايدي او كده يبدا. جربتي محجبات الشمس؟ جربت، بس لازم بقى اقعد والبس جوانتي. يعني بحط محجبات الشمس والبس جوانتي، وبرده يعني لا لو شلت هقول الجوانتي عشان لحضرتك حالا يا منال بالظبط تمام. تمشي تعملي ايه. طيب معانا 20 تمام. ثانيه بقى يا دكتور. حاضر. شكرا ليك يا استاذه منال. بص يا منال، اللي انا هقول لك اسهل منه ما فيش صراحه. هتحطي تختاري نوع محجبات الشمس الصح. هي لغايه دلوقتي ما اختارتش نوع محجبات الشمس الصح. تحطه كل ساعه ان شاء الله. الاول خلاص هتخلص اللي هي الحساسيه المفرطه من الضوء تمام. ومن الشمس. هتلاقي الدنيا بقت كويسه، بس برضه تاخد انتي هيستامين، تاخد مضادات الحساسيه. كل قد ايه؟ هتاخدها مره الصبح ومره بالليل، وتاخد محجبات الشمس الصبح اللي هي حطيتها دي الصبح وبالليل. يعني تمشي على الانتي هيستامين لفتره قد ايه؟ بعد شويه لا ده شهر بس. بعد كده انتهى الموضوع على فكره، ومش هيجي لها تاني خالص يا ان رب شاء الله باذن الله. ونتمنى طبعا السلامه للجميع. بشكرك جدا يا دكتور لا عاصم، انا اللي شكرا متشكر. جزيلا. بتنورنا وبتبسطنا وبتسعدنا والله يا دكتور. بلاش حساسيه الماتشات بس. لا خلاص هناخد بريك. ايوه صح. بشكرك جدا يا دكتور عاصم، شكرا جزيلا. ده انا اللي متشكر. ربنا يبارك في حضرتك، وبشكركم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعه. يا رب نكون اتوفقنا في عرض حلقتنا النهارده على مستوى الخبري وعلى مستوى الموضوعات، وبكره باذن الله حلقه جديده من صباحك مصري.